وصلتني اليوم عدسة ساميانج 35، العدسة السينمائية. يلا نشوف وش داخل البوكس ونعمل لها انبوكسنج كلنا مع بعض. انا متحمس اني افتح اعمل انبوكسنج ونشوف وش داخل اللي يجي مع العدسة. هذه العدسة فول مانيوال، وراح نتكلم عنها بالتفصيل. يجي معها هذا الكفر، المنيو اللي يجي معه ما نحتاجه، هذا الضمان حقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في حلقة الثانية من برنامج استوديو. زي ما شفنا راح سوينا انبوكسنج على عدسة 35 ملم. عدسة ساميانج تستخدم في التصوير السينمائي. عدسة ساميانج فول مانيوال. ليه قالوا فول مانيوال؟ لأنه تتحكم بكل شيء، بالفوكس والابيتشر اللي هو فتحة العدسة والفوكس، التركيز كلها مانيوال، كلها راح تتحكم فيها باليد، ما في اي شيء الكترونيك. انا دايم اصور بالعدسة اللي انتم شايفينها الحين، واصور فيديوهاتي اكثرها فيها، لان هذه العدسة 50 فيها فتحة عدسة 1.8 الابيتشر، فراح الحين نغير لل 35 فيها 1.4، اي يعني انك تقدر تدخل ضوء اكثر للعدسة ويعطيك اضاءة افضل، والبلور الفوكس يطلع افضل من العدسة هذه اللي احنا شايفينها. وراح الحين اجرب واحط العدسة هذه بدل هذه العدسة ونشوف وش الفرق اللي راح يطلع معنا. زي ما انتم شايفين غيرت العدسة، تشوفون الحين الاستوديو اكثر، نقدر نشوف اشياء في الاستوديو من ورا، اشياء من ورا الكواليس. عدسة ساميانج 35 اسعارها تتراوح ما بين 2200 الى 1850 ريال سعودي. تنسون اللايك والكومنت وسبسكرايب عشان نقدر نطور البرنامج للأفضل.